أهلا بيكم في مطبخ السعادة. النهاردة هنعمل كحك العيد الناعم بطريقة سهلة جدا، وهقول لكم السر اللي يخليه زي بتاع المحلات بالظبط. ولو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. يلا بينا نبدأ بالمقادير. أول حاجة الدقيق يكون منخول، وهنحط كل المكونات الجافة مع بعض: الخميرة، رشة ملح ورشة سكر، وبعد كده هنحط السمسم ونحط ريحة الكحك ونقلب كله مع بعضه بالشكل ده. أهم حاجة نخلطهم كويس جدا مع بعض. وبعد كده هنسخن السمنة على النار، وأول ما تسخن معانا هنبتدي نضيفها على الدقيق ونبتدي نقلبهم مع بعض كويس جدا، ونخلي بالنا عشان طبعا السمنة سخنة وما يحصلناش أي حاجة في إيدينا. ونبتدي نقلبهم بالشكل ده لغاية ما كل المكونات تمتزج ببعض. وبعد كده هبتدي أضيف الحليب الدافي، وابتدي أضيفه واحدة واحدة لغاية ما العجينة تلم معايا وتمسك. أهم حاجة ما أضيفش الكمية كلها عشان كل نوع دقيق بيختلف عن التاني. العجينة هتكون بالشكل ده، ما بتلزقش في الإيد وبتكون طرية بالشكل ده، وهنسيبها ترتاح ربع ساعة. ولو حابين نحشيه كل واحد وعلى حسب المتوفر عنده، سواء هيتحشي أي مكسرات أو أي حاجة عندنا، كل واحد وعلى حسب المتوفر عنده. ممكن يتعمل من غير حشو أصلا. وبعد كده هبتدي أحطه في قوالب البلاستيك بتاعة الكحك، ولو مش متوفرة عندنا ممكن نعمله بمنقاش أو نعمله حتى بالشوكة، أي حاجة تعمل أي أشكال من على الوش. وهدخله في الفرن على درجة حرارة 180 لمدة من تلت ساعة لنص ساعة. وبعد كده لما بيطلع هسيبه يرتاح خالص ويبرد تماما، وبعد كده ابتدي أرش عليه سكر بودرة على حسب الرغبة. لو عجبكم الفيديو النهاردة ياريت تدوسوا لايك واشتراك في القناة وشير للفيديو، وممكن تفعلوا زر الجرس عشان تشوفوا أحدث فيديوهات مطبخ السعادة. وشكرا جدا على المتابعة والاشتراك واللايكات.